مهدي بن عطية، لاعب كرة قدم مغربي شهير وواحد من أبرز المدافعين في جيله. ولد في فرنسا لأبوين مغربيين. بدأ مسيرته في الأندية الفرنسية قبل أن يشق طريقه نحو الشهرة في الساحة الأوروبية. كان معروفاً بصلابته الدفاعية وقراءة الملعب، مما جعله هدفاً للعديد من الأندية الكبرى. بدأ بن عطية مسيرته مع نادي مارسيليا الفرنسي، لكنه لم يحصل على الوقت الكافي لإثبات موهبته. انتقل إلى عدة أندية صغيرة حتى بدأ في جذب الأنظار عندما انضم إلى نادي أودينيزي الإيطالي. هناك تألق بشكل لافت وأظهر مهاراته في قطع الكرات وبناء الهجمات من الخلف. نجاحه مع أودينيزي لفت نظر نادي روما الذي نجح في التعاقد معه. قدم هناك أداءً رائعاً، مما جعله واحداً من أفضل المدافعين ليس فقط في الدوري الإيطالي بل على الصعيد الأوروبي. هذا الأداء جعله ينتقل إلى بايرن ميونخ الألماني، حيث واصل إظهار جدارته. ورغم النجاح الكبير في الملاعب الأوروبية، لم يكن طريق بن عطية خالياً من التحديات. فقد تعرض لإصابات متكررة جعلت مشواره أكثر تعقيداً، لكنه لم يستسلم أبداً وقاتل دائماً للعودة بأقوى شكل ممكن. في كل الأندية التي لعب لها، كان يعتبر قائداً في خط الدفاع ورمزاً للمثابرة. بجانب ما قدمه للأندية، كان بن عطية أيضاً عموداً في دفاع المنتخب المغربي. قاد المنتخب في العديد من البطولات، وكان دوره حاسماً في التأهل لنهائيات كأس العالم 2018 بعد غياب طال لسنوات عديدة. وضع بن عطية منتخب بلاده فوق كل اعتبار، مفضلاً التضحية براحته الخاصة للعب في ظروف صعبة مع المنتخب. في ختام مسيرته الكروية، يذكر بن عطية كلاعب لا يعرف الاستسلام. قدم تضحيات كبيرة لأجل الأندية التي لعب لها ولأجل المنتخب المغربي.